السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. حصل مشكلة في الفيديو اللي فات إن أنا كنت مكمل الفيديو عادي خالص. أنا بشوف الفيديو بعد ما بيخلص عشان لو في مشاكل ولا حاجة. طلع إن بعد الجزئية اللي هي لما حطينا البرودكت ايمج في الايمج يو ار ال ما بعد كله حوالي كان تلت ساعة من غير صوت. إيه المشكلة؟ بصراحة مش فاكر إيه اللي حصل. ممكن السوكت بتاع السماعة فصل ولا حاجة. فاضطريت للأسف إن أنا أحذف كل الجزئية اللي بعدها من غير صوت ونبدأ فيها في الفيديو ده بإذن الله. طب الفيديو اللي فات وصلنا إن إحنا عملنا الفانكشن اللي هي بتجيب لك الصورة عندك وتحطها عندك هنا في الإيمج يو ار ال. ناقص إن إحنا نجرب الكلام ده. هعمل هنا ريفرش وأفتح كده الأبلكيشن في البرودكتس بتاعتنا وهمسح كل حاجة. فين البرودكتس أهي؟ همسح كل حاجة عشان نبدأ من أول. هحط صورة مثلا وليكن الصورة دي وهكتب مثلا ده ايتم 5 مثلا والديسكريبشن اي كلام والسايز وليكن ميديوم وادوس كرييت. هلاقي البرودكتس فعلا اتعملت 100 والايمج يو ار ال اتحط وكل حاجه تمام. بس هيحصل لي مشكله ان انا لو جيت عملت هنا ريفرش حصل لك طبعا مشكله ان الصوره ما ظهرتش. وعندك قال لك في الكونسول ان انت كانت لود لوكال ريسورس، بمعنى ان الفايلات البلوب دي مش بتقدر تتقري عندك على اللوكال على الجهاز بنظام الفايل اللي هو ده. لازم يتقري كلوكال هوست كسيرفر يعني من الاخر. ايه اللوجيك اصلا بتاع الصور؟ اللوجيك ان انت لما تيجي تعمل مثلا صورة فتروح لمين؟ هتروح للسيرفر. السيرفر هيسيفها عنده بالباص بتاعها بكل حاجة ويسيف الصورة عنده. هيرجع لك ريسبونس باللينك بتاع الصورة هتحطه عندك في السورس بشكل مباشر. اللوجيك هنا مش ماشي كده. طب انا عايز حاجة شبه الحوار ده بالنسبة للسيرفر. قال لك بالنسبة لللوكال بتخلي الصورة تتحول لحاجة اسمها بيز 64. بتخلي الصورة بدل ما هو تحولك لبلوب كده انت بتحولها لحاجة اسمها بيز 64. وبمنتهى البساطة بيديك لينك بس طويل شوية تحطه عندك عادي في السورس وهتشتغل معاك الصورة تمام جدا. طب واحدة واحدة يا باشمهندس ونعمل اللي انت قلته ده كلام جميل جدا. هنروح للصفحة دي بتاعتنا وهنعمل هنا كده تحت في الاخر خالص فانكشن هسميها مثلا get image base 64 اي اسم طبعا. ودي هتاخد الفايل بتاعنا اللي هو الايمج نفسه وبعد كده هتحوله لبيز 64. ازاي؟ قال لك في فانكشن او اوبجكت موجود عندنا في الجافا سكريبت اسمه فايل ريدر. فانا اقول له هنا هعمل مثلا متغير اسمه وليكن ريدر بيساوي نيو فايل ريدر. ده اللي موجود عندنا في الجافا سكريبت بتقرا الفايل بتاعك. هقراه ازاي؟ هقول له ريدر دوت ريد الداتا يو ار ال وابعت له الفايل بمنتهى البساطه. بيقرأ الفايل بتاعك وهيحوله ل 64 لبيز 64. فانا اقول له والله بعد ما بيتحول وكل حاجه بعد ما يتعمل له لود وكل حاجه هيحصل فانكشن. ايه الفانكشن بتاعتي؟ ان هو هيلوج الصوره اليو ار ال اللي انت قلت عليه ان هو كبير قوي شويه ده بيكون محطوط في ايه؟ بيكون محطوط في ريدر دوت ريزلت. الريدر ده بمنتهى عباره عن اوبجكت بيكون فيه الميثودز الحاجات اللي هي بتريد الفايل وحاجه اسمها اون لود وحاجه اسمها اون ايرور والحاجات دي. زي بالظبط اللي هو حوار الاكس اتش ار بتاع الاجاكس ان انت بتقول له ده اكس اتش ار هات الريدي ستيت هات الستيتس الحاجات اللي احنا شرحناها في الاجاكس. كلام جميل جدا. فانا هقول له هنا بعد ما يعمل اون لود يجيب لي الريدر دوت ريزلت اللي هو بيكون فيها اليو ار ال ونعمل لوج للكلام ده ونجرب. هنجرب هنا ازاي؟ هقول له هنا هنده الفانكشن اللي اسمها جيت بيز يو ار ال دي وابعت لها الفايل بمنتهى البساطه. وهاجي هنا اعمل ريفرش ونجرب نرفع الصوره. هيجيب لك فعلا اليو ار ال الكبير ده هو اللينك بتاعك او اليو اس اللي انت هتحطه في السورس عندك باذن الله. طيب هنعمل هنا كونديشن بسيط. هقول له ريدر دوت اون ايرور لو حصل يعني مشكله ولا حاجه يعمل لي اليرت لاي حاجه. اليرت مثلا في ايرور مثلا او ايا كان. طيب هنا الريدر بتاعي هو اللي هيكون بيه الريزلت فخلاص انا هشيل كل الكلام ده وهاخد البرودكت ايمج هقول له خليك انت بالريدر دوت ريزلت بمنتهى البساطه. هو ده اللي هيكون بالريدر دوت ريزلت اليو ار ال بتاعنا. تعالوا نجرب الكلام ده. هشيل ده بقى خلاص. خلي ده تحت خالص كده. بتنده الفانكشن بتاعتك وتبعت لها الفايل وبعد كده هيسيف الريزلت عندك في البرودكت ايمج. نجرب الكلام ده. هحط صورة اللي هي أول صورة بتاعت مقدمة كاملة دي وبعد كده هقول له النيم ايتم مثلا وليكن 6 وبعد كده ديسكريبشن أي كلام والسايز هقول له ميديوم وأقول له كرييت. تمام جدا. واروح للشوبينج كارد هلاقي فعلا الصورة عندي اتحطت 100 تمام جدا جدا. المشكلة هنا في الصورة هنا عشان كده الايرور بتاعك ده ممكن نمسحها أو أيا كان مش مهم.
كلام جميل جدا جدا. كده ضفنا الصورة وضفنا المنتج بتاعنا، حلو قوي. هنا في مشكلة صغيرة، ان انت لما تيجي تضيف الاد تو برودكت مثلا ايتم واحد ده، تعالوا نمسح كل حاجة من البرودكتس بتاعتنا عشان هيكون في مشكلة هنا دلوقتي. همسح كل حاجة ديليت اهو واعمل ريفرش، فاضي خالص اهو. الايرور ده محدش يتلخبط، الايرور ده بتاع الصورة اللي هي مش ظاهرة هنا دي. طيب كلام جميل. دوست اد تو كارد، اول منتج اتضاف، كلام جميل. لتاني منتج اتضاف، لتالت منتج اتضاف، لرابع منتج برضو اتضاف اهو. طب ما تيجي نشوف المنتج الخامس او السادس. دوست اد تو كارت، عمل لك ان هو ما اتضافش هنا وحصل مشكله. ايه هي المشكله؟ بمنتهى البساطه بيقول لك ان الاي دي بتاعك is not defined. الاي دي نفسه مش متعرف، بتاع المنتج السادس او المنتج الخامس. هتقول لي ليه؟ هقول لك بمنتهى البساطه لان انت في فانكشن الاد اللي في السكريبت نفسه، اللي هي دي الاد تو كارت، بياخد الاي دي منين؟ من اللي هي الحته دي. طب الايتم ساعتها نفسه، الايتم نفسه اللي انت جايبه مش موجود اصلا. الايتم نفسه اللي انت ضفته، الاتنين دول مش موجودين عندك هنا في البرودكتس دي. هي البرودكتس دي ايه؟ البرودكتس دي عباره عن ايه؟ اللي هي دي اللي انت جايبها من الداتابيز، اللي هم الاربعه بس اللي موجودين في فايل الداتا، فمش موجودين فيهم الخامس والسادس. عشان كده قال لك ان الاي دي از نوت ديفايند. فهنا في مشكله، هنا البرودكتس ده فيه مشكله. فانت محتاج تقول له انا عايز البرودكتس اللي في الداتا بيز اللي هي في اللوكال ستورج. هقول له كده هات لي جيسون دوت بارس عشان هجيب من اللوكال ستورج. هقول له لوكال ستورج دوت جيت ايتم اللي اسمه برودكتس. والله لو كان في برودكتس هاتها، مفيش، خلاص هات لي البرودكتس اللي هي فوق خالص، اللي هم الاربعه اللي جايين من فايل الداتا، اللي هم الاربعه اللي جايين من فايل الداتا. غالبا كان الفيديو اللي فات كنت انا مسميها برودكتس بالشكل ده، لا احنا رجعناها خالص عادي برودكتس بس واحده، ما فيهاش اي مشكله. عشان ما حدش يتلخبط، البرودكتس دي هي اللي موجوده فوق، اللي هم الاربعه اللي موجودين في فايل الداتا. البرودكتس دي ده انا هسيف فيها المنتجات بتاعتي، سواء كانت جايه من الداتا بيز اللي هي اللوكال ستورج او اللي جايه من فايل بتاع الداتا ده. وبعد كده البرودكتس دي هي دي، البرودكتس دي هي دي، لان الليت متعرفه هنا، فاصبح البرودكتس دي عايده على الليت، عشان الليت بلوك سكوب موجود في الحته بتاعه الفانكشن دي. وتعالوا نجرب الكلام ده. هعمل ريفرش وادوس اد تو كارد، فعلا ما حصلش اي مشكله، والمنتج اتضاف اللي هو اسمه ايتم 6 ده اتضاف فعلا هنا برقم واحد. دوست تاني ودوست تاني على ايتم 5 ده، الاتنين اتضافوا 100 100. 5 دي اللي هو اسم الايتم نفسه، ممكن نسميه اسمه عشان الناس ما تتلخبطش يعني. لو دخلت على المنتج السادس هيخش عادي خالص، الدنيا تمام وسكينة في الحلاوة زي ما بيقولوا. حلو جدا كده. يبقى احنا عملنا الاد تو برودكت، وعملنا فكرة المشكلة اللي حصلت بتاعة الصورة ابلود ايمج ازاي. هنعمل تالت حاجة معانا في الفيديو ده ان شاء الله، هنعمل فكرة الفلتر. ازاي نعمل فلتر بالسايز؟ هنعمل فلتر للسايز، عايزين نجيب المنتجات اللارج، نجيب المنتجات السمول، نجيب المنتجات الميديم، وهكذا. تعالوا عشان الايرور ده مضايقني بصراحة، نشيل الصورة دي خالص او المنتج ده خالص. اقول الابلكيشن انا عايز اشيل المنتجات كلها، مش مهم يعني، مفيش اي مشكلة. البرودكت شيلها لي خالص بعد اذنك، واعمل ريفرش، الدنيا تمام عشان يشيل لي بس الايرور. نروح نضيف منتج تاني، اقول له منتج وليكن اللي هو نفس الصورة عادي خالص، وهقول له هنا الايمج او التايتل بتاعك اللي هو البرودكت، نيو برودكت، والديسكريبشن داتا مثلا اي حاجه، والسايز هيكون ميديوم، واقول له كرييت. ناقص طبعا لما ادوس كرييت يروح على صفحه الهوم اللي هو الاندكس يعني. ففين هنا، فين في كرييت برودكت. بعد ما يعمل كل حاجه اللي هو هنا كده اهو، هقول له set time out كانه بعت الداتا وجي يعني عمل ريكويست وبعت الريسبونس. هيقعد مثلا وليكن 500 ملي سكند، نص ثانية يعني. وأقول له window دوت لوكيشن، هيروح على صفحة الاندكس دوت html. وتعالوا نجرب الكلام ده. ريفرش، هنضيف صورة تانية وليكن الصورة اللي بعديها، وأسمي نيو أو برودكت بس كده وخلاص، وديسكريبشن ديتيلز، والسايز هخليه سمول، وأقول كرييت. بعد ثانيتين هتلاقي راح على الصفحة دي. كلام جميل جدا. بعد نص ثانية أنا آسف.
طيب عايزين بقى نعمل فلتر ونحط هنا. هنيجي في صفحة الاندكس بتاعتنا، الاندكس دوت html. هنعمل فين يا ربي؟ نعمل فين؟ هنا الديف اللي شايل البرودكت، وهنعمل بعديها الديف اللي شايل البرودكت، ماشي. وهنعمل هنا ديف، اقول له كلاس برودكتس فلتر، واكتب هنا فلتر اشوف بس شكله عامل ازاي او هيكون فين. هتلاقي تحت هنا عايزين نجيبه على اليمين. تعالوا نعمل انسبكت كده معلش. والكونتينر شايل السيرش نفسه ملناش دعوة بيه، والبرودكتس ده، وهنا واخد ويتس 60، وممكن نقول له انت فلوت ليفت، والتاني هياخد ويتس 40 او ويتس 30%، وفلوت برضو ليفت بالشكل ده. ده ويتس 30، او هخليه فلوت رايت بحيث ان هو يكون رايت طبعا بالشكل ده، يكون في مسافة ما بين الاتنين. ماشي شغال، مش دعوة طبعا بالستايل، مش مهم خالص ولا هيفرق معانا. فهاجي على الستايل، style.css، هسيرش على البرودكتس اللي هو واخد ده، واخد طبعا فلوت ليفت، والتاني هقول له انت البرودكتس فلتر، هيكون الويتس بتاعك 35%، وفلوت رايت. وبرضه هعمل نفس المارجن بحيث ان هما يكونوا على نفس المنوال، يعني اللي هو بالطول بالشكل ده، يكون الاتنين على نفس السطر يعني. كلام جميل. عايز اعمل ايه بقى في الفلتر؟ انا فين؟ انا في صفحة الاندكس. عايز اعمل ايه في الفلتر؟ بمنتهى البساطة هنعمل سيلكتاية، سيلكت، والسيلكت ده ياخد اي دي، هسمي مثلا سايز فلتر، فلتر عن طريق السايز، سايز فلتر. وهيكون في كذا اوبشن. اول اوبشن الفاليو بتاعته فاضية، اللي هي هيكون مخفي اصلا، اللي هو فلتر باي سايز، العنوان يعني اللي بيقول لك تفلتر بالايه. وبعد كده تاني واحدة هيكون فيها الفاليو هيكون all، اللي هو كل المنتجات يعني، وهنا all. وبعد كده هيكون السمول، وهنا سمول. وبعد كده ميديوم، انا بعمل بيه السايز ميديوم. المهم الكلام اللي انت بتكتبه هنا، السمول ده هو اللي لازم يكون، اللي هو ده لازم الكلمة دي تكون مظبوطة، سمول اللي هي كلمة سمول، الميديوم، وهكذا، عشان ده اللي انا هفلتر بيه بمنتهى البساطة. هاجي هنا اهو، انا لسه في صفحة الاندكس معلش، كتر الصفحات المفتوحة الواحد بيتلخبط عادي خالص. طيب ادي الميديوم، وبعد كده هقول له هنا اللارج، وهنا اللارج. هنيجي نقول السايز فلتر ده كستايل بسرعة يعني. هقول له هات لي السايز فلتر، خلي الويتس بتاعه 100%، واديله هاي وليكن 40 بكسل، ونشوف الشكل بتاعه. ريفرش. انا اديت لي ايه؟ سايز فلتر ديسبلاي لوك. اكيد بدي ستايل في حتة تانية خالص، مفيش اي مشكلة طبعا، ده اي دي مش كلاس، عشان كده بقول المشكلة دي. طيب ادي الفلتر بتاعنا عادي خالص، فلتر باي سايز، وتقول له سمول وكده والحاجات دي، كلام جميل جدا. هنروح على السكريبت، ننزل تحت خالص كده، نعمل فانكشن الفلتر بتاعتنا، فلتر برودكتس باي سايز. نفس الوتيره اللي هنمشيها لو انت عايز تفلتر بايا كان تاني، بالنيم، باللي انت عايزه، براحتك عادي خالص. طيب اول حاجه انا محتاج امسك السلكت نفسها، فانا هقول له let size filter مثلا، هقول له document dot get element by id اللي اسمه size filter. كده انت مسكت الانبوت، عايز تضيف عليه event اللي هو ايه؟ اللي هو الاد event listener. السلكتات بيحصل لها تشينج، هيترن فانكشن اسمها ايه؟ get products مثلا filtered باي سايز مثلا. اسم الفانكشن يفضل مثلا يكون معبر يعني، هي كبيرة شوية بس قشطة. هقول له فانكشن، الفانكشن دي بتاخد الايفنت اللي هو اللوج بتاعنا، اللي هو اللي انت اخترته، الاي دوت تارجت دوت فاليو. تعالوا نجرب الكلام ده. ان انا المفروض لو انا بفتح الكونسول دلوقتي واخترت مثلا الاول، فيقول لي اول،
بالظبط كده قال لي all، قلت له الميديم يجيب لي الميديم وهكذا. تمام جدا. هسيف الفاليو دي، اقول له let الفال بيساوي e دوت تارجت دوت فاليو. كده انا سيفت الفاليو بتاعتي. انا عايز اشوف بقى، محتاج اجيب المنتجات كلها واسيفها برضو، فاقول له let البرودكتس كلها اللي جايه منين. خلي بالك اللي جايه من اللوكال ستورج، او لو مفيش حاجه في اللوكال ستورج يجيب لي اللي في الفايل الداتا. فاقول له لوكال ستورج دوت جيت ايتم اللي اسمه الاتي اللي هو البرودكتس. وطبعا محتاجين طالما بتجيب من اللوكال ستورج يبقى انت محتاج تعمل بارس، او لو مفيش فيجيب لك البرودكتس اللي هي جايه من فايل الداتا. طيب انا عايزك تشيك دلوقتي على حاجتين. لو الفاليو بتاعتك، لو الفاليو دي بكلمه اول، if ان الفاليو بتاعتك بتساوي كلمه اول، فيجيب لك كل المنتجات. مين هي الفانكشن اللي بتجيب كل المنتجات؟ اللي اسمها درو اول برودكتس. وهتبعت لها ايه؟ هبعت لها طبعا البرودكتس كلها العاديه خالص. لو لا يبقى انت محتاج تعمل لوجيك تاني خالص. ايه هو بقى؟ محتاج تمسك الفاليو دي وتعدي على المنتجات كلها، تشوف السايز اللي هو الاتريبيوت او الايتم اللي اسمه سايز بيساوي الفاليو دي. فانا محتاج اعمل، اقول له مثلا برودكتس هتساوي البرودكتس بقى نفسها اللي هي اللي انت عايزها كلها، هتساوي البرودكتس نفسها دوت فلتر. هتفلتر ايه؟ مثلا بالايتم. هل الايتم ده دوت سايز، خلي بالك انت بتفلتر عن طريق السايز، بيساوي الفاليو بتاعتك. هل الايتم دوت سايز بيساوي الفاليو؟ والله لو خلاص يبقى انت كده هتجيب المنتجات نفسها وهتبعتها للفانكشن الجديده بتاعتك. هبعتها الفانكشن نفس السطر ده بالظبط، هكتبه تاني في الحته هنا بمنتهى البساطه. بس كده، دي كده هيجيب لك المنتجات اللي السايز بتاعها اللي انت اخترته. تعالوا نجرب. هعمل هنا ريفرش واجي اختار المنتجات اللي هي السمول، هتلاقي جاب لي فعلا المنتجات السمول. جيت اخترت الميديم جاب لك الميديم، جيت اخترت اللارج جاب لك اللارج، جيت اخترت الاول جاب لك كل المنتجات تاني. الموضوع بسيط. ممكن نزوق بس حتة كده صغيرة، صفحة الاندكس فوق كده مثلا H2 فلتر باي سايز بالشكل ده عشان يظهر بالشكل ده، يعني الى حد ما لطيف عشان الناس تعرف ان انت بتفلتر بايه. طبعا الستايل ده بتاعك انت، مفيش اي مشكله. المهم اللوجيك بتاعنا نفهم الدنيا ماشيه ازاي. جيت بعد كده قلت له اول، جيت تسيرش هل السيرش شغال، اقول له جلاسز شغال تمام. هاجي اقول له مثلا برودكت جاب لك البرودكت. جيت قلت له مثلا اللي هو النيو برودكت. في هنا مشكله ان انا لازم اكتب الكلمه بتكون كابيتال او زي الكلمه اللي موجوده هنا. فانا بقول له عايز اتجاهل الحته دي، يعني كتبت كلمه نيو كده فيجيب لي برده النيو برودكت حتى لو كامل كيس. فالمشكله كلها في فانكشن السيرش. حته بسيطه جدا. هي فين فانكشن السيرش بس الاول؟ فانكشن السيرش هنا اهو، الاندكس اوف التايتل. تمام جدا. هنا اقول له ال دوت تو لور كيس دوت اندكس اوف التايتل برضو دوت تو لور كيس، من غير تحول كله تو لور كيس. يعني من الاخر كده كتبت هنا اهو نيو، قام جاب لك فعلا المنتج من غير ان هو يخليه كابيتال او كده. وكتبت مثلا برودكت جاب لي المنتجين اللي فيهم كلمه برودكت، سواء برودكت كابيتال او برودكت سمول. دوست على البرودكت ده فتح لي الصفحه 100 100 والدنيا كلها سكينه في الحلاوه والحمد لله. طيب ايه الخطوه الجايه؟ الخطوه الجايه ان احنا محتاجين نميز المنتج بتاعك. محتاجين نميز المنتجات اللي انا ضفتها. يعني المنتجات دول هم دول بتوعي، اقدر اعمل عليهم ايديت وديليت. فانا عايز اميز دول، عايز اميز المنتجات دي مثلا ببوردر مثلا مختلف، بوردر احمر مثلا او ايا كان. فانا محتاج اعرف المنتجات دي انا اللي ضايفها ولا لا. ففي حالة الإضافة اللي هي الكرييت برودكت بالشكل ده، هضيف كي تاني، هضيف كي هنا كده، هقول له از مي واقول له دايما بيس. ليه؟ لأن البرودكت ده بتاعي. أي منتج تاني اللي هو موجودين جوه الداتا ده هضيفهم كلهم از مي بفولس. از مي طبعا بنو يعني اللي هي الفولس. فوالله لو المنتج بتاعي خلي البوردر
بلون مثلا جرين ايا كان. لو المنتج مش بتاعي خلاص ما تعملش اي حاجه. خلينا نعمل اللوجيك ده بمنتهى البساطه. هروح على صفحه السكريبت وبمنتهى البساطه هاجي هنا في الايتم هنا هضيف حاجتين. اول حاجه البوردر وزرار تاني اللي هو بيعمل ايديت، زرار تاني يعمل ايديت مثلا. فهنيجي نعمل هنا بمنتهى البساطه ادي التايتل ادي الديسكريبشن ادي السايز ادي الاكشن بتاعك. خلينا نعمل هنا على الايتم نفسه هقول له ستايل بيساوي البوردر بتاعنا. البوردر هقول له مثلا البوردر لو خلي بالك لو الايتم دوت از مي، طبعا ده لازم يتكتب هنا كده، الايتم دوت از مي بيساوي الواي اللي هو انا يعني. لو خليني البوردر مثلا اللي هو 1 بيكسل سوليد جرين مثلا. والله لو لا ما تعملش اي حاجه. لو از مي هو بواي اللي انا عملته ده بتاعي انا يبقى البوردر خليه بجرين، لو لا ما تعملش اي حاجه. طيب عملت هنا ريفريش دول بتوعي بس لسه ما اتضافش. انت قلت بعد ما تكريت خليهم ضيف الكي اللي اسمه از مي. دول طبعا اتضافوا قبل ما اعمل اللوجيك ده فاكنهم مش بتوعي يعني. خلينا نضيف منتج جديد اهو. نختار اي صورة وهقول له هنا جي اس مثلا والديسكريبشن داتا اي حاجة والميديم وكرييت يقعد ثانيتين ويروح هنا. هتلاقي فعلا اسمه ايه ده البوردر فعلا بقى باللون الاخضر وده المطلوب. خليه مثلا ب2 بكسل مثلا ولا حاجة وسيفت اهو الاقي البوردر زاد سيكا 2 بكسل. حلو الكلام. عايز اضيف بقى مثلا زرار هنا اديت منتج. طبعا سيبك من الشكل هنضيف هنا بعد السايز. فين السايز اهو. هضيف مثلا زرار تاني مثلا وليكن بوتون. خلي بالك البوتون ده مش هيظهر غير في حالة ان هو المنتج ده بتاعي انا. بقول له edit product وهقفل البوتون خالص. والزرار ده عمره ما هيظهر الا في حالة ان المنتج بتاعي اللي هو الايتم دوت از مي بيساوي الواي. والله لو خلاص ضيف لي البوتون بالشكل ده. خلينا نجرب اللوجيك ده ولا هجيب ايرور. تمام جدا عشان ده مش متعرف عليه. لو هات لي البوتون ده ضيفه كده. لو لا ما تضيفش اي حاجه ريفرش. تمام هتلاقي ضاف لك البوتون اللي اسمه edit product او ما احنا ممكن نكتبها كده برضه عادي اللي هو كده بالشكل ده. تمام جدا. كلمه الاند بمعنى ان والله لو ده ترو اعمل لي اللي موجود هنا، والله لو ده فولس ما تعمليش اي حاجه. كلام جميل. edit product ده انا عايزه في سطر لوحده فانا هديله هنا ستايل او هديله كلاس اسمه edit product وهاخد الستايل ده والستايل بتاعنا برودكت ايتم وهاجي اقول له هنا الايديت برودكت. اخلي الديسبلاي بتاعك وليكن انلاين او بلوك والويدث بتاعك وليكن 140 بكسل والبوردر بتاعك نون والبي جي الباك جراوند بتاعتك اللون مثلا وليكن اللون ده مثلا يعني والكالر لون ابيض واعمل شوية بادنج 5 بكسل من فوق من تحت 15 من اليمين والشمال والماوس بتاعك هيكون كيرزر بينطر بالشكل ده يعني الى حد ما تمام. هنخلي الخمسة دي مثلا وليكن 10 من فوق من تحت يمين والشمال كده. حلو الكلام. خليه اللون الاخضر برضو بحيث انهم كلهم يشتركوا في نفس اللون كده يعني. ماشي حلو. بعيدا سيبك تاني وتالت ورابع من الشكل مش مهم. عايز بقى الايديت برودكت ده يعمل ايه؟ خلي بالنا بقى الايديت برودكت ده عايزه يوديه لصفحه ايديت برودكت اللي هو كانك اول لما تدوس ايديت برودكت هيوديني كده اللي هو صفحه الايديت سلاش الاي دي بتاعك اللي هو مثلا الخامس او السادس او السابع. ده اللوجيك اللي المفروض يتم الصح اللي هو فيه ان انت لما تيجي تدوس ايديت هيوديك على الصفحه دي. وده طبعا يكون ليها راوت او صفحه تانية وهنعمل كده بالظبط في الرياكت. بس انا بفهمك الدنيا وبحاول اجيب لك كل حاجه ان شاء الله بحيث تكون فاهم الدنيا كلها. انا هعمل صفحه اسمها ايديت وهسيف السته دي فين؟ ايوه في اللوكال ستورج دي وبعد كده اجيبها تاني زي صفحه الديتيلز. فانا هاجي اعمل الاتي. هاجي اروح لصفحه السكريبت زي ما انا
الايديت برودكت ده هياخد فانكشن اسمها اون كليك بتساوي ايه؟ بتساوي فانكشن اسمها ايديت كده ايديت برودكت، وبتاخد ايه الفانكشن دي؟ بتاخد الاي دي بتاعنا عادي خالص اللي هو الايتم دوت اي دي. عايزين نفصل ماشي ماشي اهو، هاخد الايتم دوت اي دي بالشكل ده. اوكي، عشان قوس وقوس وجوه قوس، وده اصلا التمبت سترينج فبتعملها بالشكل ده. كلام جميل. ادي الايتم اي دي. تعالوا نجرب نرن الفانكشن دي تحت خالص كده. اقول له edit product، نجرب بس شغاله ولا لا. اقول له فانكشن edit product بتاخد الاي دي وبتعمل لوج بس مش اكتر للاي دي بتاعنا بالشكل ده. ونجرب الكلام الجميل ده. هعمل هنا انسبكت واقول له كونسول وادوس على edit product، جاب لك فعلا الاي دي بتاع المنتج ده هو فعلا المنتج السابع. حلو جدا. انا بقى محتاج اسيف الاي دي ده جوه اللوكال ستورج، ولما اروح لصفحه الايديت برودكت ينده الاي دي ده. ليه انده الاي دي؟ عشان اجيب المنتج اللي هو الاي دي بتاعه 7 بس. هعمل كده ازاي؟ كلام جميل جدا، واحده واحده بمنتهى البساطه. اول حاجه اقول له لوكال ستورج دوت سيت ايتم اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ال انا اسف، الايديت، ممكن نسمي اسم معبر edit product. والايديت برودكت ده هقول له الاي دي بتاعك اللي هو الاي دي ده. بس كده، شكرا. بتعمل كده وبعد شويه بتوديني على الويندو دوت لوكيشن، صفحه ال صفحه ايه؟ صفحه الايديت. فانا هقول له edit product دوت html واعمل الصفحه دي بمنتهى البساطه. بم بمبارة بم بمبارة فين اهو. هقول له نيو فايل edit product دوت جي اس دوت جي اس اي، بس ماشي هنخلي ده في الجي اس. اوكي، وعندي برضو هيكون edit product دوت اتش تي ام ال. edit product زي ال create product بالظبط. هاخد دي كوبي واقوم حاططها هنا. هي بالظبط. الفرق حاجه واحده، ان انت للاسف هتمسك كل الايديهات دي وتحط فيها الفاليو اللي جايه من لوكال ستورج. تاني، الداتا ده هل احنا محتاجينه هنا؟ هل احنا محتاجين الداتا بتاعت المنتجات؟ اه طبعا محتاجينها. الكرييت برودكت انا هاخده زي ما هو بالظبط، هسميه ايديت برودكت، واشوف الكرييت برودكت هاخد الدنيا اللي هنا دي كده واحطها بالظبط في الايديت. وهنمشي واحده واحده، هنمشي واحده واحده. اول حاجه انت هتمسك البرودكت نيم، كلام جميل، وهتمسك البرودكت ديسكريبشن، وهمسك ال برودكت سايز سيلكت. ماشي. والكرييت فورم دي هتبقى ابديت فورم، سميها طبعا ابديت فورم. وهنا برضو هسمي ابديت فورم. وخلينا نمشي واحدة واحدة برضو عشان ما نغلطش. انا عايز اعمل ايه؟ انا في الايديت هنا، سيبك من كل الكلام اللي مكتوب ده، ركز معايا تحت هنا خالص. سيبك من كل الكلام ده. انا محتاج اعمل ايه؟ اول حاجة انا محتاج امسك الاليمنت، يعني بعد ما افتح الصفحة محتاج اجيب الاليمنت اللي هو الاي دي بتاعه، ب7، وامسكه في ايدي. طب همسك كده ازاي؟ هعمل لكل ده كومنت ونمشيها سطر سطر. هعمل لكل الكلام ده كده كومنت ونمشي واحده واحده. اللي انا محتاجه من تحت هاخده كوبي بيست واحطه فوق. انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اول حاجه امسك الايتم اللي انا جبته من اللوكال ستورج اللي هو الاي دي بتاعه 6. فانا اقول له اول حاجه انا هجيب المنتجات كلها ليت برودكتس. البرودكتس دي جايه من اللوكال ستورج او فايل الداتا، وانا كده فعلا حاطط فايل الداتا 100 100. فهقول له جيسون دوت بارس لوكال ستورج دوت جيت ايتم البرودكتس. والله لو موجوده هاتها.
والله لو مش موجودة هات لي البرودكتس اللي جاية من أيوه بالظبط فايل الداتا، وده متعرف فين أهو، متعرف قبليه هنا، فالدنيا تمام جدا. طيب دي أول حاجة كده بمنتهى البساطة. تعالوا نعمل لوج كده للبرودكتس كلها عشان نتأكد. برودكتس، وصفحة الإيديت دي هروح منها من هنا كده أهو. تمام، هتلاقي عندك جاب لك فعلا كل المنتجات البرودكتس كلها. حلو جدا حلو جدا. في هنا غلطة بس مش مشكلة في الايديت برودكت او الايديت برو، احنا محملين فايل السي اس اس بتاع الكرييت، وكده كده هما الاثنين مشتركين في نفس الستايل، فخلاص ممكن نسمي اسم جنرال بدل كرييت يعني. مفيش اي مشكلة من الناحية دي، عادي خالص. طيب كده انا جبت البرودكتس، انا محتاج اجيب ايه؟ اجيب، خلي بالك الابلكيشن متسيف فيه دلوقتي كل البرودكتس، وكمان فين بقى البرودكت اي دي؟ البرودكت اللي هو السبعه ده. فانا محتاج امسك من كل البرودكتس، البرودكت الاي دي بتاعه 7. فانا محتاج اقول له كده let get product، هقول له اول حاجه products دوت فلتر الايتم دوت اي دي اللي هو بيساوي مين؟ ايوه هجيبه هنا let product اي دي، طبعا سمول طبعا. هقول له جيسون دوت بارس اللي هو الايديت برودكت، فيجيب لك البرودكت اي دي اللي بتاعه الاي دي بتاعه اللي هو ده، وهات لي لوج للجيت برودكت بالشكل ده، واشوف والله الدنيا تمام ولا ايه. هعمل كونسول ريفرش، هنا جاب لك بالظبط اول ايتم اللي انت عايزه بالظبط اللي هو ده. انا مش عايزه كفلتر، انا عايزه عادي خالص كاوبجكت، فاقول له هنا فايند، فيجيبه لي بالشكل ده اللي هو هو ايه اللي هو الايتم ده. كلام جميل، كلام جميل جدا جدا. انا محتاج بقى اول حاجه احط الداتا دي كلها، افرشها عندي هنا برضو، افرشها احطها عندي هنا في الانبوتس دي، اخلي الفاليو بتاعتي بتاعت كل حاجه النيم اللي هو النيم اللي هو فين اللي هو التايتل يعني، والديسكريبشن اللي هو الديسكريبشن، والسايز اللي هو السايز، والايمج هتبقى مش مشكله دلوقتي. انت ممكن تجيب مثلا نص كلمه من هنا وتحطها كانها اسمها، يعني مفيش اي مشكله. كلام جميل كلام جميل. طيب نمشي بقى واحده واحده. اول حاجه انا محتاج، طبعا دي كلها الفاريبلز، محتاج ايه هنا من الفاريبلز بتاعتي؟ محتاج كل الفاريبلز بصراحه يعني. الانبوت فايل هل انا محتاجه؟ طبعا محتاجه. هل البرودكت سايز فاليو هنا انا محتاج اول حاجه النيم، ومحتاج الديسكريبشن، ومحتاج السايز سيلكت لان انا هعمل عليها تشينجينج، ومحتاج الابديت فورم. الجيت برودكت ده فيه كل حاجه، فانا محتاج دلوقتي هنمشيها واحده واحده. هقول له كده، ومحتاج ده برضو، ومحتاج ده، ومحتاج البرودكت ايمج محتاجها برضو. انا محتاج المتغيرات دي، تعالوا نمشي واحده واحده. بعد انا مش عايز ايفن دلوقتي، انا محتاج امسك البرودكت نيم ده طبعا انبوت كله، هات الفاليو بتاعته خليها بتساوي مين؟ ايوه بتساوي الجيت برودكت دوت ايه دوت التايتل. وتعالوا نجرب اول حاجه ده كده، ريفرش جاب لك فعلا التايتل بتاعك. نفس الكلام بالنسبه للديسكريبشن، البرودكت ديسكريبشن التايتل بتاعك هيكون ديسكريبشن، وهسيف اهو جاب لك الديسكريبشن هنا. نفس الكلام بالنسبه للسلكت بتاعت السايز، انا عايز اقول له البرودكت سلكت سايز ده كده دوت فاليو، خلي الفاليو بتاعته بتساوي ايه؟ بتساوي الجيت برودكت دوت سايز، ونجرب كده ريفرش. تمام جاب لك الميديم 100 100. هغير هنا طبعا، التغيير ده لازم يسمع عن طريق الحاجات اللي احنا هنكتبها دلوقتي كمان شويه. طيب الانبوت فايل ده الابلود، هعتبر ان الصوره موجوده يعني، والابديت فورم ده الفانكشن لما تعمل سبميت بالتعديل يعني. فانا هاجي هنا في صفحه التعديل اللي هو الايديت، بدل ما كلمه كرييت هنا هقول له هنا ايديت، وهنا هقول له كلمه ابديت او ايديت اي حاجه. تمام جدا بالشكل ده. طيب نكمل الدنيا بتاعتنا. ايه الايفنتس اللي انا محتاجها؟ انا محتاج اعمل ايفنت على البرودكت سيلكت عادي خالص،
وهجيب برضو البرودكت سايز فاليو بحيث ان انت عدلت بقى، انت عدلت على المنتج ده والايفنتس بالشكل ده. وبعد ما اعمل سبميت بالتعديل يعني، فانا هنده فانكشن اسمها ابديت اسمها ايه، ابديت برودكت فانكشن، ابديت برودكت فانكشن بالشكل ده. وطبعا الانبوت فايل طبعا اكني عملت تعديل للفايل بتاعي اللي هو ده. في حالة ان الانبوت فايل انا محتاج امسك البرودكت ايمج، هقول له اول لما يجي هيكون بنفس الجيت اليمنت باي، يعني خلي بالي خلي ده كده زي ما هو. هقول له هنا البرودكت ايمج هيكون بايه، ايوه بالظبط هيكون ب ال get product dot image url بالشكل ده، عشان انت لو ما غيرتش فهيكون متسيف في البرودكت ايمج الايمج يو ار ال بتاعتك. تمام، تمام جدا. ولما اعمل تعديل على الانبوت هيعمل ابلود ايمج جديده. تعالوا بقى نشوف فانكشن الابديت. فانكشن الابديت هتعمل ايه؟ فانكشن الابديت اول حاجه طبعا برودكتس دي بي دي كده طبعا كان تغيير. فين الكرييت، فين قصدي الكرييت برودكت، البرودكتس دي بي دي هي برودكتس دي بي لان فايل الداتا تمام اسمه برودكتس دي بي. انا اسف، يبقى انا عندي الغلطه هنا. اقول له برودكتس دوت دي بي، برودكتس دوت بي. هو طبعا ما جابش ايرور ليه؟ لانه شغل دي، على طول، لان في برودكتس جوه الابلكيشن في الداتابيس بتاعتنا او اللوكال ستورج. دي طبعا اللي جايه من فايل الداتا. انا طبعا اتلخبطت ليه؟ عشان انا في فايل السكريبت عامل ايه، عامل ان البرودكت دي بي دي حطيتها في متغير اسمه برودكتس يعني، فاتلخبطت ان انا سميته اسم برودكت يعني. طيب نكمل. بعد كده انا محتاج ايه؟ انا محتاج ارن فانكشن الابديت دي، والابلود برضو زي ما هي مفيش اي تغيير، والجيت بيز زي ما هو كله حاجه، بس هنغير طبعا في فانكشن الابديت دي. الابديت دي انت محتاج ايه؟ محتاج ابعت الابديت دي، محتاج اعمل فيها ايه؟ نفكر سوا. انا محتاج بعد ما عملت ابديت كده هقوم ماسك، انا كده كده معايا الايتم اللي هو اللي هو ده الايه برودكت الاي دي بتاعه، كده كده انا ماسكه، هنا اهو اللي هو ده، ماسك الايتم بتاعك. محتاج بقى ان انا بعد ما اعمل ابديت مفروض اجيب البرودكتس دي واجيب الاي دي اللي هو السابع ده، واغير الفاليو بتاعته. يعني محتاج اجي هنا اقول له، هنا انا عملت العكس، يعني هنا انا جبت الفاليو اللي موجوده في الابديت بقى، محتاج اعمل كده. خلينا نعمل كومنت لكل الكلام ده ونمشي فيها برضو واحده واحده. محتاج اقول له ان الايتم اللي اسمه جيت برودكت اللي انت جبته ده، خلي زي ما هو الاي دي بتاعه زي ما هو، مش هي جنبه. هخلي اول حاجه التايتل بتاعك هيكون بي، خلي بالك هيكون بي البرودكت نيم دوت فاليو. ده في حالة ان انت غيرتها، خلي بالك ده في حالة ان انت غيرت البرودكت نيم دوت فاليو. يعني انا لو جيت قلت له هنا كده مثلا لوج للبرودكت نيم دوت فاليو، وعملت كده وقفت كل حاجة وعملت ريفرش. ايه ده؟ ايه المشكلة؟ انا اسف، المشكلة في إلس هنا. مش هعمل دي كومنت برضو، كل حاجة هنا كده كومنت. تمام. create form is not create form دي فين؟ في فايل الايديت submit update. انا اسف، create form ده اللي هو بقى اصبح update الفورم. فين update الفورم. تمام. ادي الجي اس اول حاجه طبع لي في الكونسول، ما جابليش حاجه. لو انا دوست ابديت هيطبع لك ايه بالظبط؟ الفاليو دي. طب لو انا كتبت اي حاجه ثانيه ودوست ابديت
طبع لك الفاليو الجديده. كلام جميل جدا. يبقى انت لو عملت ابديت يبقى انت محتاج تعمل سيتنج للتايتل بتاع الايتم اللي انت ماسكه ده بالبرودكت فاليو الجديده. نفس الكلام بالنسبه للديسكريبشن. الديسكريبشن هيكون البرودكت فاليو دوت ديسكريبشن. بعمل العكس، برودكت ديسكريبشن ده كده دوت فاليو بالشكل ده. وكذلك ال get product، اقول له get product دوت السايز بتاعك هيكون ب get product سايز ده value لو انت طبعا غيرت يعني. وبعد كده نفس الكلام بالنسبة للايمج، اقول له البرودكت ايمج، لا مش برودكت ايمج بقى، اقول له الجيت برودكت ايمج يو ار ال هيكون بيساوي ايه؟ بيساوي البرودكت ايمج بالشكل ده. نفس الكلام بالظبط ان انت بتقول له الايمج يو ار ال لو انت غيرتها خلاص هاتها بالبرودكت ايمج اللي جاي منين، اللي جاي من هنا، زي ما انا عامل بالظبط في فانكشن الكرييت. حلو الكلام، حلو الكلام، جميل جدا. ناقص ايه؟ خلاص انا عملت التايتل والديسكريبشن والسايز والايمج يو ار ال والايز مي زي ما هو عادي. بس بعد كده محتاج اسيف الدنيا دي كلها في اللوكال ستورج اللي هو الباشا ده. هسيف كل المنتجات، هجيب طبعا المنتجات كلها اللي هي البرودكتس تاني، سيف كل المنتجات تاني بالايتم بعد التعديل اللي هو الجيت برودكت ده. و بس كده، بس كده، مش محتاج اعمل حاجة تاني. تعالوا نجرب الكلام الجميل ده. هعمل ريفرش، هعتبر الصورة هغير الصورة. او اول حاجة نجيب الجيت برودكت ده، هقول له هنا لوج بيفور ابديت اتباع لي الجيت برودكت، وهاخده كوبي تاني واحطه هنا افتر ابديت اتباع لي الجيت برودكت بالشكل ده. كلام جميل. ادي بيفور ابديت الاي دي زي ما هو 7 والكوانتيتي 1 والايمج يو ار ال واز مي والكوانتيتي تمام، كل حاجه تمام. انا دلوقتي هعمل ابديت، فانا هقول له مثلا اغير الصوره، وليكن الصوره كانت 9 دي، والجي اس هخلي جي اس 2 والداتا هخليها داتا 2 والميديم هخليها لارج بالشكل ده، وهقول له ابديت. قام طبع لك بعد ما عمل التعديل قال لك السايز بقى لارج والايمج اللي اتغيرت والديسكربشن بقى داتا 2 والتايتل بقى جي اس 2. وهاجي اشوف الابلكيشن سيف الدنيا في التعديل الجديد، فعلا سيف الدنيا بالتعديل الجديد داتا 2 ولارج وجي اس 2 كل حاجه. وبعد كده بعد ما يخلص هقول له وديني على المنتجات كلها الويندو ست، طبعا ست تايم اوت كانه يعني بعت ريكويست وكده في مثلا نص ثانيه كذلك، واقول له وديني على صفحه الويندو دوت لوكيشن الاندكس دوت اتش تي ام ال. اني رحت على الصفحه، اروح انا على الصفحه بنفسي، هقول له روح هنا تمام، هتلاقي المنتج بتاعك اتغير بقى جي اس 2 وداتا 2 وسايز ولارج. نتاكد تاني، هعمل كرييت لمنتج جديد خالص ونركز مع بعض. هقول له مثلا احط فيه صفحه اللي هو الجزء ال 13 بتاع الجافا سكريبت، هقول له انا جي اس بارت 13، انا بكريت لسه جي اس بارت 13 ان ديسكريبشن والسايز بتاع الصوره ده لارج، وهقول له كرييت. هيقعد ثانيتين ويروح للصفحه بتاعتي، فعلا كرييت لي بالصوره الجزء ال 13. طبعا نعمل ايديت برودكت، هعمل ايديت برودكت بالشكل ده، جاب لي كل حاجه تمام. وهغير الصوره، هخليها الجزء الرابع عشر، وهنا ال 14، وهنا هخلي 14، وهخلي اللارج سمول، وهقول له ابديت. هيعمل ثانيتين ويروح فعلا يعمل لي ابديت للمنتج اللي هو جي اس بقى بارت 14 والجزء ال 14 بدل الجزء ال 13. اقدر اضيف ده في الاد تو كارد، فعلا تقدر تضيفه في الاد تو كارد اللي هو جي اس بارت 14 ضاف لك كميه واحده بس. هقول له فيو اول برودكت، هتلاقي كل البرودكت اللي انت عاملها هنا طبعا بما فيهم الايتم اللي هو كان غلط يعني، اللي هو كان ممسوح، مفيش مشكله.
لو جيت عملت فلتر للميديم هيجيب لك كل المنتجات الميديم، جيت عملت فلتر لللارج جاب لك كل المنتجات اللارج بما فيهم المنتج بتاعك، وبعد كده جيت عملت الاول يجيب لك كل اول او السمول او ايا كان. كده عملنا فكره الكرييت الحمد لله، عملنا فكره الابديت الحمد لله، عملنا الفلتر بتاعنا، ظبطنا جزئيه في السيرش، كان في مشكله في الابلود الايمج عدلناها الحمد لله. ان شاء الله الفيديو الجاي المفروض انت بقى تسبقني تعمل فكره الديليت بتاع المنتج، وهنظبط بقى بعد كمان شويه ان شاء الله هنظبط اللانجوج بتاعتنا، وان شاء الله هنضيف برضو بعض الحاجات الجديده باذن الله. اتمنى يا رب يكون الفيديو واضح، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه